بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، امبارح كنت شفت المنشور الأول كان على الفيس. بس يا ريت أيوه، يا ريت المنشور كده واضح كويس في الصورة. أنا هقرأ لحضراتكم. كان في أخونا اسمه مؤمن، ربنا يبارك له، عنده صفحة على الفيس، كان منزل منشور وكان بيتكلم فيها هو والأستاذ هاني مكرم، برضو ده راجل عنده مصنع، واتجاوب معاه وقال له أنا أول واحد هبدأ معاكم والمصنع بتاعي جاهز والكلام ده. هو بيقول لك فكرة للشباب مهمة، احنا ليه ما نعملش مجموعات وكل مجموعة تصنع حاجة في نفس المجال؟ يعني مثلا دمياط بتصنع خشب، المحلة بتصنع ملابس، نجا حمادي بتصنع ألمونيوم، وكل شبابهم شغالين في نفس المجال، اللي في التصنيع واللي في تجارة المواد الخام وخلافه. ولك احنا عندنا ناس كتير معها فلوس. يعني احنا فعلا لو قعدنا ندور في ديروت، الله أكبر، في ناس بنسمع ما شاء الله عندها ملايين، ربنا يوسع لنا وعلى الناس كلها. ليه ما تستثمرش فلوسك دي في المصانع؟ احنا عندنا مدينة صناعية متكاملة اللي هي في دشلوط. ليه ما نستثمرش الفلوس دياتي في شبابنا اللي موجود؟ يا ريت النواب يتبنوا الموضوع ده، لان الموضوع ده مهم جدا والله. ليه ما نكونش احنا بلدنا بلد منتجة، وشبابنا بدل ما تشتغل بره تشتغل في بلدنا وتفيد بلدنا وتفيد الدولة؟ يعني ليه مثلا احنا ما ننظمش مجموعة مستثمرين كويسين، ايا كان، لو جبتهم من مصر، جبتهم من جبل، من الصعيد، من اي مكان، المهم ان هو يكون مصري، رجل اعمال كويس، يخش عندك هنا البلد ويفتح لك مصانع. المصانع دي هو يضخها بالمال، وهاتوا لنا ناس تدرب الشباب ونكون معاهم. كل ان هي المشكلة الشباب تتدرب وتتعلم تحت ايد عاملة محترمة، خبرة وكفاءة، وناس تكون كويسة تتعلم منهم الصنعة وتفيدهم وتفيد غيرهم. الشباب ده بدل ما هو قاعد على القهاوي، اقسم بالله العلي العظيم ممكن نقضي على البطالة عندنا هنا في ديروت. يعني انا بتكلم على ديروت ومنفلوط والقصية واسيوط عامة يعني. ليه احنا مثلا ما يكونش عندنا مجال للتصنيع والمواد الخام؟ يعني كل واحد يشتغل في حاجة معينة، كل مصنع يشتغل في حاجة معينة، ويبقى عندك شباب للتسويق، ويبقى عندك عربيات ان هي تطلع بره والكلام ده كله، ونصدر، نودي بحري ونودي جبلي ونودي. ليه ما نكونش كده؟ يعني ليه احنا ما نكونش بلد منتجة؟ الفكرة حلوة والفكرة جميلة، ويا ريت حد من الجماعة المسؤولين الكبار يتبنى الفكرة. شوفوا لنا رجال الاعمال، شوفوا لنا الناس اللي معاها فلوس، لو تفتح مصانع عندنا في ديروت. وطبعا حضراتكم انتوا كنواب هتسهلوا لهم هتسهلوا لهم جميع الاوراق مع السيد المحافظ، مع الدولة، هتسهلوا الاوراق دياتي ان هي تخلص، ومنها شباب بلدكم هيستفاد والدولة هتستفاد. هيبقى عندك صناعة، هيبقى عندك انتاج، هيبقى فيه دخل، فيه فلوس، هتبقى فيه ايدي عاملة، الشباب شغال، مفيش شباب عاطلة. هيبقى عندك صنايعية، يعني هيبقى عندك كفاءة عالية من الصنعة اللي احنا، الله أكبر، الله أعظم، الله أكبر والعزة لله. هيبقى عندك صنعة محترمة، والبلد دي هيقولوا مثلا بتنتج كذا، البلد دي نجحت ان هي تنتج الحاجة الفلانية. زي ما اتكلمنا على دمياط واتكلمنا على المحلة، دمياط بتصنع الخشب، والله أكبر على شبابها، كلهم شغالين في الخشب. المحلة شغالة في الملابس، الله أكبر، كل المحلة شغالة في الملابس. ناجي حمادي شغالة مثلا في المواد الخام، في كده كده يعني. احنا بنتكلم عاوزين نكون بلد منتجة. ليه ما ننميش الفكرة والفكرة تكبر؟ ويا ريت يا ريت الجماعة الكبار اللي في البلد يتبنوا الموضوع، لأن هيفيد الدولة وهيفيد الشباب وهيفيد البلد، هيفيد الكل والكل هيستفيد منه. يا ريته مش هيبقى فيه بطالة، والشباب اللي قاعد على القهوة والشباب اللي بيشرب مخدرات والشباب اللي هنا وهنا واللي مش لاقي شغل هيكون لاقي شغل، وهيكون عنده الوقت ان هو يأدي وقته في حاجة هتفيده وتفيد بيته وتفيد أسرته وتفيد البلد. يا ريت نتبناها والفكرة تكون واضحة للجميع.
شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.